زوج يطلق العديد من الطلقات النارية على زوجته في بنسلفانيا. ايه اللي بيحصل؟ في زوج عنده 75 سنة في مدينة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا الأمريكية. الزوج دوت أطلق العديد من الطلقات على زوجته اللي عندها 54 سنة. طلقات جت في راسها وفي لسانها وفي حتت مختلفة. السيدة اتنقلت للمستشفى في وضع خطير ولكنه وضع مستقر حاليا. Police rushed to the 1300 block of Hale Street at 11 last night. They say the victim suffered 3 graze wounds to her head, neck, and chest. She was rushed to the hospital in stable condition. كان في البيت وقت المشكلة ديت ابن الزوجين هو وصاحبته، والحمد لله ما حصل لهمش أي إصابات. الناس يا جماعة اتجننت، الناس بقى عندها مشاكل كتيرة جدا وبقى في تصرفات غريبة جدا. موضوع غريب وممكن من أقل الأسباب تحصل كارثة كبيرة. وموضوع انتشار الأسلحة ده كمان كارثة كبيرة جدا، وبتسهل إن تحصل أي اعتداءات ما يلهاش أي داعي وما لهاش أي لازمة. خلي بالكم من نفسكم، ربنا يسلم الجميع. تحياتي للجميع، لؤي العاصي من نيوجيرسي، مع السلامة.